شاب بيطلع على عمارة عالية علشان ينتحر، وفي وسط ذهول من الناس والإعلام والصحافة بنكتشف إنها حيلة علشان يقوم بأكبر عملية سرقة في تاريخ أمريكا. ولكن الغريب في الموضوع إن غرضه في الآخر بيكون شريف. تعالوا نشوف. في البداية أحب أقولك إنك بتتفرج على أقوى قناة تلخيص أفلام في مصر. ببساطة كده إحنا بنجيب لك الفيلم الساعة ونص ساعتين في 10-12 دقيقة بطريقة سلسة ومبسطة وسريعة. فلو بتحب النوع ده من الفيديوهات اتأكد إنك عملت اشتراك في القناة وخد لك كده لفة على الحلقات اللي فاتت وفعل الجرس عشان يجيلك إشعارات بالحلقات اللي جاية إن شاء الله. ولو عجبك الفيديو ده مش هوصيك تعمل لايك لأنه أكبر دعم لنا وأكبر دليل إن الفيديو فعلا عجبك. بيبدأ الفيلم مع واحد بيكون لابس بدلة وشكله شياكة كده وداخل لفندق وبيحجز غرفة معينة لها إطلالة حلوة على الشارع الرئيسي، وبيدخل الأوضة وبياكل وجبته وبيغسل إيده، وبعدين بنلاقيه بيلبس جاكيت كده على هدومه وطالع من شباك الأوضة وبيقف على حافة المبنى. إيه الجنان ده! وبيكون المنظر مهيب وبيتحرك كده بالراحة بعيد عن الشباك، ولما الناس تحت بيشوفوه بيبلغوا الشرطة فورا. وبيرجع بينا المخرج شهر زمن قبل الأحداث دي، وبيكون الشخص ده مسجون، وبتقول له المحامية بتاعته إن الاستئناف اللي طلبناه اترفض للأسف، وده أصبح أمر واقع ولازم تتكيف على الوضع الجديد. وبنعرف إن اسمه نيك كايسيدي وإنه كان ضابط شرطة سابق وإنه متهم دلوقتي في جريمة سرقة ومحكوم عليه ب25 سنة. وبيجي عليه صاحبه زيارة واسمه أكيرمان وبيطمن عليه وبيقول له إنه لقى نصه تاني وبيجهز نفسه للجواز، وبيعرفه إن أبوه تعبان قوي وإنه هيتكلم مع مأمور السجن علشان يديله يوم أجازة عشان يودع أبوه قبل ما يموت. وبيجي المشهد على نيك وهو بيحضر دفنة أبوه اللي مات فعلا، وبيكون معاه أفراد من الشرطة بتراقبه، وكمان بيكون معاه صاحبه أكيرمان وأخوه جوي. بمجرد ما بيتكلم كلمتين مع أخوه جوي بعد الدفنة ما بتخلص بيتخانقوا وينزلوا ببعض ضرب، ولما بتدخل الشرطة بيقدر نيك ياخد مسدس من جيب واحد منهم وبيهددهم بيه، وبياخد من أخوه مفتاح عربيته بالعافية وبياخدها وبيهرب. وبيبلغ الضباط اللي وقعوا دول باقي الدوريات ان المسجون هرب، فبيلاقي عربيات شرطة كتير حواليه في ثواني زي عندنا بالظبط. الشرطة بتيجي لما الفيلم بيخلص. المهم بيحاول يهرب منهم وبيكون في سكة قطر قدامه، فبيدوس بنزين جامد عشان يلحق يعدي قبل القطر، والقطر يعطلهم لكنه ما بيلحقش وبيخبطوا القطر. فلما بيروحوا له بيكون لسه عايش وبيقدر يهرب منهم. وبنرجع تاني للوقت الحالي وهو على حافة مبنى الفندق، والشرطة بتقفل الشوارع والمحلات القريبة والدنيا مقلوبة. ولما بيجيله شرطي يتكلم معاه بيبعد عنه وبيرفض يتكلم مع حد. وبنشوف ضابط تاني شكله جامد كده اسمه ماركوس. اسمه كارلوس. وبنشوف ضابط تاني شكله جامد كده اسمه كارلوس بيروح للمكان، وفوق بيتكلم الضابط مع نيك وبيقول له طب ايه طلباتك؟ بيقول له مش هتكلم مع حد الا مع المحققه ليديا ميرسر، ودي محققه بتلعب على الحاله النفسيه للمتهم وبتحاول تخرجه من الضغوط اللي هو فيها لمحاوله انقاذه من ايذاء نفسه وكده. وعملت الموضوع ده كتير قبل كده، بس اخر تجربه لها المنتحر فعلا انتحر وما نجحتش في انقاذه، وده مأثر عليها نفسيا. بعدت انا شويه بس مهم انك تعرف من دي علشان اللي جاي. المهم بيلبي الضابط طلبه وبيطلبها تيجي، والضابط كارلوس بيفحص المكان ومش بيلاقي اي حاجه تثبت مين هو، لا بصمات ولا اثبات شخصيه ولا اي حاجه. فعلا بتوصل ليديا ميرسر للمكان وبتعرف من الضابط اللي كان معاه شويه معلومات بسيطه عنه قبل ما تتكلم معاه، بتبص له من الشباك وبتتكلم معاه وبتبقى شاطره في انها تخليه يتكلم. وبنعرف انه يعرف عنها معلومات كتير واختارها هي بالذات علشان هي مشهوره وانه عايز الناس تهتم بطريقه موته. والناحيه التانيه بيكون في راجل اعمال اللي نيك متهم في سرقه الالماظه بتاعته واللي اسمه انغلاندر، بيكون في شركته اللي جنب الفندق اللي نيك واقف فيه، وبيبلغوا حد من رجالته ان الطريق مقفول بسبب ان في واحد بينتحر في فندق روزفلت اللي جنبنا. وبنرجع تاني لنيك واللي ليديا بتحاول تعرف منه اي معلومات عنه وتحاول تفهم هو بيعمل كده ليه، لكن بيبقى معظم كلامه الغاز وبيبعد عنها كده شويه. وبنعرف انه بيبعد عشان يكلم انجي خطيبة جوي وجوي اخوه، لان هما الاتنين في العماره اللي انغلاندر فيها وبيجهزوا الحاجه كلهم. وطبعا بيكون الاعلام نشر الموضوع وبيعمل من النمله فيل. وبنشوف فعلا جوي اللي بيكون على سطح العماره اللي فيها شركه انغلاندر وبيعطل اجهزه المراقبه والانظمه الليليه اللي في الشركه. وبيبص كتير نيك في الساعه لان المفروض ان في وقت معين هما متفقين عليه نيك هيشغل الناس والشرطه والاعلام على انه هينط في نفس اللحظه اللي انجي وجوي هيفجروا فتحه في السقف عشان ينزلوا منها للشركه. وفعلا ده اللي بيحصل، وبنشوف جوي وانجي وهما نازلين من الفتحه اللي عملوها. وبتعزم ليديا على نيك بسجاره لكنها بتقول له معلش هنتقسمها لانها الاخيره هنخمس فيها يعني، وبتولعها بتاعتها له هو الاول. وبيتكلم معاه شويه عن اخر عمليه هي عملتها وانها ما قدرتش تنقذ الشرطي، لكنها بتقول له بس انت مش هتنط، وبتقول له ان الاشخاص اللي بيكونوا ناويين الانتحار بيبقى باين عليهم وانت مش منهم. ولما بيعطيها السيجاره بتاخدها لجوه وبتعطيها لفريق البحث في حركه ذكيه منها قوي عشان يطلعوا منها بصمات ويعرفوا هو مين بالظبط. والناحيه التانيه بيكون جوي وانجي بيعملوا كل اللي اتفقوا عليه علشان يقدروا يوصلوا للخزنه اللي فيها الجوهره من غير اجهزه الاستشعار او المراقبه تعرف بوجودهم في المكان. وبنرجع تاني لليديا اللي بتبص على نيك وبيكون في ايده صوره كده وبيقول لها انها صوره لابوه، ولكن فجاه بيجي عليهم هليكوبتر تبع قناه اعلاميه معينه عايزين يعرفوا شكله من قريب عشان يعرفوا هو مين بالظبط، لكن هو وليديا بيصرخوا فيهم جامد لان هوا الطياره كان ممكن يوقعه
غصب عنه، وبتبعد الطيار عنهم بسرعة. وفي الأخبار بيشوف صاحبه أكيرمان إن هو الشخص اللي بيحاول ينتحر، بيستغرب قوي إيه اللي وصله لكده. وبنشوف جوي وأنجي اللي لسه ماشيين تمام على الخطة وبيحاولوا يقربوا من الخزنة. بيقولوا الضابط ده ليديا إن هما لسه ما طلعوش البصمات، طولي معاه كمان 5 دقايق. وبيكون جوي بيحط صورة ثابتة قدام الكاميرات عشان يقدروا يتحركوا براحتهم في المكان. وبيتكلم هو وأنجي شوية كده، وبيبقى قدامهم مشكلة وهو جهاز الاستشعار الحراري. وبيسأل جوي نيك أخوه اللي بيتكلم مع ليديا في نفس الوقت. وبيكون نيك بيقول كلام ينفع رد لليديا وجوي مع بعض، لأن ليديا ما تعرفش إن هو بيكلم حد، لكن جوي الغبي ما بيفهمش. الا ان انجي بتفهم ان نيك يقصد ان احنا نبرد جهاز الاستشعار علشان يعطر على ما نعدي. وبيكون نيك فاهم ان السيجاره اللي اخدتها من ايده هي حجه علشان ياخدوا منها البصمات، وبيقول لها زمان النتيجه ظهرت. فبتعرف انه ذكي وفاهم هو بيعمل ايه كويس. والناحيه الثانيه بياخد جوي وانجي طفايه ويرشوا بيها على جهاز الاستشعار عشان يتبرد ويقدروا يعدوا في الطرقه دي. وفعلا ده اللي بيحصل. وبيجي المشهد على اكيرمان اللي بيروح لمكان كده فيه ملف خاص بنيك، وجنبه ملف تانية خاص بالضابط كارلوس. المهم يا صديقي بيجي الخبر لليديا ان هم عرفوا هويته، وانه ضابط سابق وعليه قضيه محكوم عليها ب 25 سنه. وبعد ما بيكون نيك حكى لليديا على قصته وهو ليه محكوم عليه بالسجن، وانه مصر انه بريء. وبتبدا ليديا تتاكد بنفسها من المعلومات اللي نيك قالها لها عشان تعرف هو فعلا بريء ولا اي حوار، لانه شكله كده مستني حاجه معينه تحصل. وبنشوف انغلاندر هو في اجتماع مع مجموعه رجال اعمال من عليه القوم، وبيحكي لهم انه اتعرض لسرقه الجوهره بتاعته قبل كده، لكنه قدر يحصل على واحده تانية ودي لا يمكن تتسرق منه. وفي وسط الاجتماع بتقول له السكرتيره ان هم عرفوا هويه الراجل اللي بيحاول ينتحر جنبنا، وانه نيك كيسيدي، وبيكون عارفه كويس لانه المفروض ان هو اللي سرق منه الجوهره الغاليه قبل كده. وبنرجع تاني لليديا وبتقول لنيك عايز اعرف ايه اللي ورا العرض اللي انت بتعمله ده، فبيقول لها انه عايزها تساعده يثبت براءته. وبنشوف جوي وانجي وهم جوه المبنى وخلاص قربوا من الخزنه، لكن في الوقت ده بيكون مدير امن الفندق دخل الفندق علشان يتاكد ان الخزنه تمام وكل حاجه طبيعيه، وده بعد ما عرفوا ان المنتحر هو نيك، فقلقوا على الحاجات الغاليه اللي في المكان. المهم بيكون جوي وانجي بيجدعنوا بسرعه علشان يخلعوا قبل ما يطلع عليهم، ونيك بيعطلهم شويه بانه يرمي شويه فلوس في الشارع كده، فالناس بتتلم على الفلوس وتعطل مدير الامن ده شويه. لما بيطلع للفندق وبيفتح الابواب بالرموز السريه الكتير، بيكون انجي وجوي خلصوا وعلى اخر لحظه بيتداروا منه بسرعه. وبيروح انغلاندر للضابط كارلوس وبيقول له ده بيعمل ايه في المكان ده، وبيكون الضابط ده بيساعد انغلاندر من بدايه القصه لكن في السر. وبيجمع رجالته وبيطلع لليديا وبيقول لها قدام 15 دقيقه لو ما قدرتيش ترجعي اللي في راسه هتعامل معاه بالقوه، يقصد نيك طبعا. ولما بيمشي مدير الامن بيطلع جوي وانجي من الخبايه بتاعتهم وبيكملوا طريقهم للخزنه. وبتقول ليديا لنيك ان الفريق التكتيكي في طريقه ليه، يعني هيتعاملوا معاه بالعنف. وبيقول لها لازم تعرفي ان جوهره انغلاندر ما فرقتش ايده، يعني هي معاه لسه ما اتسرقتش منه، انه بيساعده حد من الشرطه. فبتسيبه وتدخل عشان تتاكد من الكلام ده لانها مصدقاه، بس بتقوله لو طلعت بتكذب عليا انا اللي هسوقك بنفسي من هنا. بتعمل شويه اتصالات عشان تجيب اي معلومات عن الموضوع. وفي الوقت ده بتكون انجي بتستعد عشان تنزل الاوضه اللي فيها الخزنه بحبل كده وهيمسكها جوي، وده المكان اللي فيه جهاز الاستشعار الخاص بالخزنه. وبيكونوا جايبين وجبه غدا لنيك وفعلا بياخدها وبيقعد ياكل في مكانه. في الوقت ده بتكون انجي اتحركت وبتوصل اخيرا للخزنه، وبيكون جوي ماسكها بحبل كده. وبتيجي ليديا وهي بتتكلم مع نيك تاني وبتحاول معاه وان الفريق بيجهز علشان يهجموا عليه دلوقتي، لكنه بيقول لها حاولي بس تماطلي قدر الامكان لو عايزه تساعديني. وبنشوف انجي وهي بتفتح حاجه كده فيها سلوك كتير ومش بتكون عارفه تتصرف ازاي، فبيقول لها نيك اقطعي السلك الاحمر، لكنها بتقول له المصيبه ان كل السلوك حمراء. وبتكون خايفه قوي لان لو السلك الغلط اللي اتقطع مديريه امن امريكا كلها هتبقى فوق دماغنا في لحظه، لكنها بتقدر تقطع السلك المطلوب. وبينزل لها جوي وبيدخلوا فعلا عند الخزنه، وبيكون بيجهز انه يفتحها، وفي نفس الوقت بيكون الفريق التكتيكي بيجهز انهم ينطوا على نيك ويدخلوا بالعافيه. ولما بتطلب ليديا منهم يستنوا شويه بحجه ان في قنبله وهتنفجر في الفندق كله، بيرفض الضابط كارلوس التاجيل وبيؤمر القوات بالاقتحام. لكن ليبيا بتعمل حاجه مجنونه، بتطلع تقف جنب نيك عشان تمنعهم يعملوا له حاجه، وده لانها مصدقاه. واخيرا بيفتح جوي وانجي الخزنه وبيكونوا مش مصدقين المنظر اللي قدامهم من كنوز وتحف، لكن بيكون هدفهم الاول الجوهره وبيدوروا عليها كتير لكن للاسف مش بيلاقوها. فبيكلم جوي نيك وبيقول له انها مش هنا، فبيضطر نيك يرد عليه، وطبعا ليديا جنبه فبتعرف انه بيتكلم مع حد، وبيضطر يقول لها انه بيحاول يسرق الجوهره بس للمره الاولى، وده عشان يثبت انه بريء. ولما مش بيلاقي جوي الجوهره بيكون في خطه بديله متفقين عليها، لكن بنروح بسرعه لألغلاندر اللي بيخاف قوي على الماسة وبيروح يطمن عليها، وبتكون موجوده في خزنه تانية خالص. ولما بيلاقيها مكانها بيطمن وبيرجعها مكانها، لكنه بيخاف عليها فبياخدها في جيبه اضمن يعني.
وفي الوقت ده بيكون ليديا بتعمل اتصالاتها في نفس اللحظة، وبنشوف أكيرمان صاحب نيك قدر يدخل الأوضة اللي فيها نيك بعد ما شد الضابط اللي فيها ده لبره بالعافية، وبيدخل ويقفل الباب عليه، وطبعا ليديا كانت بره، وبيطلع لنيك وبيتكلم معاه وبيحاول يقنعه يرجع عن اللي في راسه. لكن في الوقت ده بيهجم عليه الفريق التكتيكي ويمسك فيه واحد منهم، لكنه بيقدر يهرب منه ويجري على حافة المبنى كده ويقف عند شباك أوضة وبيكسره بكوعه وبيدخل لجوه، وبيدخل جوه الفندق وبيحاول يهرب من الشرطة اللي بتجري وراه في كل مكان بيروحه. وبيجي المشهد على جوي اللي بيكون قاعد على مكتب اناغلاندر، ولما بيدخل عليه اناغلاندر نفسه بيكون جوي بيهدده بالسلاح وبيكلبشه هو وانجي في حاجة كده، وبياخد من جيبه الجوهرة زي ما توقع نيك انه هيعمل كده بالظبط، وهي دي الخطه البديله. وبياخد جوي وانجي الجوهره وبينزلوا لتحت وبيعملوا تشيك اوت، وبيبقوا هيمشوا من الفندق ويسيبوا الشنطه دي عند الريسبشن علشان يسلمها لمستر نيك كيسيدي. وبيفضل يسحب اناغلاندر في المكتب اللي رابطينه فيه ده علشان يكلم اي حد بسرعه عشان يلحقهم قبل ما يهربوا. وفعلا بيكلم الضابط كارلوس وبيعرفه باللي حصل، وبيكون لسه نيك بيهرب من الشرطه اللي بتجري وراه في كل مكان. وبنشوف ان الضابط كارلوس قدر يوصل لجوي وانجي قبل ما يهربوا. واخيرا بنشوف نيك قدر يطلع لحافه المبنى تاني من اوضه من الاوض، والناحيه التانيه بيكون الضابط كارلوس مربط جوي وانجي ونازل فيهم ضرب علشان يقولوا المعلومات اللي عندهم. وبنشوف نيك بعد ما قدر يطلع من الحافه لسطح المبنى، ولكن الشرطه بتكون لسه وراه ومعاها اوامر بضرب النار عليه، لكنه بيرفع ايده وبيسلم نفسه. وبتكون ليديا معاهم وبتقول للشرطه ما يضربوش عليه نار لانه مش مسلح. وبيجي عليهم الضابط كارلوس اللي بيخلي الاثنين الشرطيين دول ينزلوا ويشوفوا الوضع تحت عامل ازاي وانه هيهتم بامره، وينزل كمان ليديا تعمل اي حاجه كده. وبنفهم انه عايز يستفرد بيه لوحده علشان يكلم اناغلاندر نفسه يجيله. وبيجي معاه جوي وانجي وهما متربطين، وبيكون الضابط كارلوس بيهدد نيك انه هيرمي اخوه جوي من هنا قدام عينه لو ما رجعلوش الجوهره تاني. ولما بيعد 1 2 وقبل 3 بيطلع نيك الجوهره من جيبه وبيعطيها لاناغلاندر، وبيقول له اناغلاندر باستفزاز كده انت خسرت تاني يا نيك وانا اللي كسبت. وبياخد الجوهره وبيمشي، وبيقول لكارلوس يخلص عليهم. وفجاه بيجي عليهم صاحبه اكيرمان وبيضرب نار عليه الضابط كارلوس وبيقع، وبتيجي عليهم ليديا اللي بتضرب على كارلوس نار وبيقع هو كمان. ودلوقتي ما عادش قدام نيك اختيارات كتير، فبيقرر يعمل الاختيار الاصعب، وهو انه ينط من فوق العماره فعلا علشان يقدر يلحق اناغلاندر قبل ما يهرب مره تانيه بالجوهره. فعلا بيعمل كده وبينط من فوق وبينزل على مطاط الهواء ده وما بيحصلوش حاجه، وبيقوم بسرعة وبيروح على غلاندر قبل ما يركب عربيته وبيهجم عليه بسرعة قبل ما الأمن أو الشرطة تمسكه، وبيحط إيده في جيبه بالعافية وبيطلع منه الجوهرة قدام كل الكاميرات والإعلام. وبكده يبقى أثبت براءته أخيرا، لأن دي الجوهرة اللي هو محكوم عليه بسرقتها وبسببها محكوم عليه ب25 سنة. وبيجي عليه المشهد في الآخر وهو بيطلع من السجن وبياخد براءة أخيرا، وبتكون ليديا ميرسر مستنياه لأنها حبته، وبيروح لمكان كده وبيعرفها على أبوه اللي ما ماتش ولا حاجة، وإن كل ده كان فيلم عامله هو وأخوه جوي عشان يقدر يثبت براءته. بس كده يا صديقي وبيخلص الفيلم لحد هنا، وكل وصل لهنا انتوا اجدع ناس. ما تنساش تقول رايك في التعليقات، ولو في اي اقتراحات تحب نعملها احنا بنقرا وبنرد على كل التعليقات. هسيب لك 4 اقتراحات ل4 افلام لو معاك وقت شوف اللي يعجبك فيهم. وفي الاخر كالعاده ما تنساش اخواتك من دعواتك، وصلي على النبي محمد. سلام.